يقول: كيف يكون الإنسان له قوة وهيبة وشخصية وتقوى، خلنا نقول، وثقة بالله، وهو مقصر في حق الله تبارك وتعالى؟ هو على كل حال الإنسان مهما فعل هو مقصر، مهما فعل الإنسان مقصر، كلنا مقصرون، ولا يغترن أحد بعمله، الكل مقصر في حق الله تبارك وتعالى. لكن قضية مسألتك التي سألت عنها، وهي أن الإنسان يكون عنده ثقة بالله تبارك وتعالى أو عزة أو قوة بالله تبارك وتعالى، من آمن بالقضاء والقدر جاءته هذه القوة. يعني كلنا نقول طبعا لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا مثلا، كلنا نقول هذا، لكن بعضنا يقولها عن قناعة وإيمان، ذاك ما يهاب أحد. ايش تبي تسوي؟ لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا، إذا مو كاتب الله ما راح يصير، إذا كاتب الله بيصير. ايش تبي؟ فالإنسان إذا آمن بهذه القضية إيمانا جازما ما يخاف ولا يكذب ولا يغش ولا يسرق، ويؤمن أن اللي كاتب الله بيصير واللي مو كاتب الله ما راح يصير، عنده اطمئنان تام بهذه القضية، الإيمان بالقضاء والقدر. كذلك التصديق أو معرفة الأحاديث والنصوص الواردة في هذا، كمثل قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما ثم يكون علقة مثل ذلك ثم يكون مضغة مثل ذلك ثم يرسل إليه الملك فينفخ فيه الروح ويؤمر بكتب 4، بكتب أجله ورزقه وعمله وشقي أو سعيد. كذلك إذا آمن بهذا، طيب ما يهتم في قضية أحد سرق منا مال ولا أحد غشه بشيء، مو مكتوب لي، الحمد لله رزقي اللي مكتوب لي سيصلني، وما كان من رزقي فليس يفوتني ولو كان في قاع البحار العوامق. ما يهتم لهذه الأمور. كذلك لو تعرض لأي أمر قال: حسبنا الله ونعم الوكيل، اللهم انصرني، ويثق بالله سبحانه وتعالى. يتذكر قول الله تبارك وتعالى: أمن يجيب المضطر إذا دعاه، فإذا كان مضطرا دعا الله بثقة وإيمان بأن الله لن يخيب الدعاء، فيتكلم بقوة وثقة وشجاعة ما يهمه أحد. فالقصد أن الإنسان يعني إذا آمن بالقضاء والقدر وآمن بالله وأنه ناصره وآمن كذا، ما يهمه أحد أبدا، وإن كان مقصرا في جانب أو جانبين أو أكثر أو أقل، لكنه يعني إذا كان عنده ثقة بالله تبارك وتعالى، نعم، يكون عزيزا بالله تبارك وتعالى وإن كان مقصرا في جوانب.